لو بتدور على رحلة استثنائية للترفيه والرفاهية يبقى تابعنا في فيديو النهاردة مع رحلة ولا في الأحلام. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. في رحلتنا على الكروز كوستا توسكانا هتعيش 10 أيام ب9 ليالي من الترفيه والاستجمام. هتستمتع بتجربة مختلفة من السفر وسط الطبيعة الأوروبية الساحرة وأمواج البحر المتوسط المبهرة. هتقضي من الرحلة ليلتين في مدينة ميلانو في إيطاليا و7 ليالي على الباخرة كوستا توسكانا بجولات ترفيهية ممتعة مع مجموعة من أجمل المدن الأوروبية: إيطاليا، أسبانيا، فرنسا، سويسرا. وبتبدأ رحلتنا في اليوم الأول من مطار القاهرة الدولي للانطلاق إلى مدينة ميلانو، وبنتحرك مع بعض الفندق المبيت لإنهاء إجراءات التسكين والراحة من تعب السفر بإقامة فندقية 4 نجوم. وفي اليوم التاني من رحلتنا وبعد الاستمتاع بفطارنا اللذيذ داخل الفندق هنستعد اليوم مليان بالمرح والإثارة في مدينة كومو الإيطالية والاستمتاع بجولة صغيرة في بحيرة كومو الخلابة مع المناظر الطبيعية للجبال والمباني المحيطة بالبحيرة. وبعد كده هنتحرك ونروح لمدينة لوغانو في سويسرا للاستمتاع بجولة في شوارع لوغانو الجميلة وزيارة معالمها السياحية وسط أجواء المدينة الرائعة. وفي نهاية اليوم هنرجع تاني للمبيت في الفندق للاسترخاء والاستمتاع بنوم هادي علشان نستقبل اليوم الثالث من الرحلة بمنتهى الحيوية والنشاط. بعد تناول وجبة الإفطار وتسليم الغرف هنبدأ جولة اليوم الثالث من رحلتنا بالانتقال إلى ميناء جنوة الإيطالية واللي هيكون بالأتوبيس، وهنوصل مع بعض لباخرتنا العظيمة لإنهاء إجراءات التسكين. ومن هنا بتبدأ رحلتنا وسط روعة وجمال الطبيعة ونقاء مية البحر المتوسط وفخامة الكروز كوستا توسكانا. بالنسبة بقى لليوم الرابع فهنبدأه بجولة في غاية الجمال والروعة مع مدينة مارسيليا ومعالمها السياحية الخلابة. هنبدأ جولتنا مباشرة بعد الفطار في مطاعم الكروز كوستا توسكانا الشهية اللذيذة، وهنزور كاتدرائية سانت ماري ماجور ودي من أجمل الأماكن السياحية في مارسيليا. هنستمتع مع بعض بجولة استكشافية ممتعة وهناخد كمان أجمل الصور التذكارية بالإضافة لزيارة كنيسة سان لوران. بعد انتهاء زيارتها هنتوجه مع بعض لزيارة مجمع المتاحف عشان نستمتع بزيارة خارجية لفيال شاريت. وفي نهاية جولتنا هنزور حي لا بونير وهنرجع مرة تانية للمبيت في الباخرة ونكمل جولتنا البحرية. أما بقى عن اليوم الخامس من رحلتنا فهيكون يوم مميز بزيارة معالم مدينة برشلونة الأسبانية. بعد الاستمتاع بوجبة الإفطار هنتوجه لزيارة تل مونتجويك للاستمتاع بأحلى الإطلالات البانورامية لبرشلونة من أعلى قمة التل. وهنبدأ بعدها في زيارة سريعة لشارع أفينجودا داياغونال وساجرادا فاميليا أعظم الأعمال الفنية لأنتوني جاودي. وهنتحرك بعدها على حي الرعب والجمال في برشلونة الحي القوطي المشهور بجدرانه الأثرية وممراته المتعرجة، وهنتعرف على عادات وثقافات الحي المختلفة. في نهاية برنامج اليوم الخامس من زيارتنا لبرشلونة هنزور البويبلو اسبانيول المعروف بالقرية الإسبانية للاستمتاع بجولة وسط الأجواء الإسبانية الأصيلة قبل العودة مرة تانية للكروز. ودلوقتي جه الوقت المناسب علشان نتعرف مع بعض على الكروز كوستا توسكانا أحدث وأفخم أسطول الكوستا. وبعد وجبة فطارنا في اليوم السادس هنستمتع بالأنشطة الترفيهية والعروض المرحة المسلية ونعيش يوم كامل من المرح والترفيه مع 13 حمام سباحة للصغار والكبار، ده غير الأكوا بارك وعدد كبير من المطاعم والكافيهات علشان نستمتع بألذ وأشهى النكهات الإيطالية وكمان العالمية. وعشان نحافظ على لياقتنا البدنية هنلاقي صالة جيم كبيرة ومجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية، ده غير المنتجع الصحي المتكامل.
وهتندهش من المساحة الخارجية الكبيرة لكوستا توسكانا للاستمتاع بأشعة الشمس الذهبية ومياه البحر المتوسط الصافية النقية. ده غير عروض مسرح الكولوسيو الترفيهية. في اليوم السابع من الرحلة هنستمتع بجولة مميزة لاستكشاف مزارات مدينة كالياري عاصمة جزيرة سردينيا الإيطالية، وهتنقسم جولتنا في مدينة كالياري لقسمين، وهما كالياري القديمة وكالياري الحديثة. وبعد انتهاء جولتنا هنرجع تاني على السفينة عشان نستعد للإبحار لنابولي. في صباح اليوم الثامن من الرحلة بنكون وصلنا لميناء مدينة نابولي الإيطالية، وبعد وجبة الفطار هنبدأ جولتنا لزيارة أشهر معالم المدينة اللي هتنبهر من جمالها وجمال طبيعتها الخلابة، ونكمل باقي اليوم في استكشاف جمال وروعة نابولي ومبانيها المعمارية. وطبعا مش هننسى ندوق البيتزا الإيطالية الشهية قبل ما نرجع للسفينة مرة تانية. وبعد وجبة الفطار من يومنا التاسع هنكون وصلنا لميناء شيفيتوفيكيا، وهنبدأ يومنا بجولة بانورامية ممتعة بنزور فيها أهم معالم روما زي أطلال حمامات كاراكالا الرومانية وقلعة سانت أنجلو، ونروح بعدها على نافورة تريفي ونحقق أسطورة تحقيق الأمنيات. كمان هنزور البانثيون وساحة نافونا وناخد أجمل الصور التذكارية لرحلتنا في روما. ده غير زيارتنا لأماكن تانية كتير من المعالم السياحية الرومانية المميزة، بالإضافة للاستمتاع بجولة حرة. ونختم برنامج رحلتنا في روما بأشهى وألذ الوجبات الرومانية الأصيلة، ونرجع للسفينة مرة تانية للاسترخاء والاستمتاع بآخر أيام إقامتنا على الكروز كوستا توسكانا. وبكده نكون وصلنا لليوم العاشر والأخير من رحلتنا، وبعد الفطار وتسليم الكبائن هنودع الكروز ورحلتنا الجميلة اللي مش ممكن ننساها، ونتحرك بالأتوبيس ونرجع مرة تانية على مطار ميلانو، ونبدأ رحلتنا الجوية للهبوط بسلام على الأراضي المصرية الحبيبة. بعد وصلنا لنهاية فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من رحلات منفيس.